انا بسبب معامله امي كرهت اخويا، انا بسبب معامله ابويا كرهت اختي، وفي الاخر خالص نيجي نقول اصل الاخوات بيكرهوا بعض. ازاي الاخوات بيكرهوا بعض؟ ما انتوا السبب يا جماعه، انتوا السبب. انتوا اللي بتفرق بين اخ واخته او الاخت واخوها، انتوا اللي بتفرقوا بين اولادكم، بتفرقوا في المعامله بين الولد والبنت. تيجي تقول لها ايه؟ اعملي لاخوك اللي هو عايزه، ده راجل. يزعق لها وماله يا بابا، ده ضربني. ما يضربك يا حبيبتي، ده اخوكي. الله على اللي انتوا بتقولوه، ايه اللي بيحصل ده؟ ويا سلام بقى لو البنت بقى تقعد وبتشتكي وبالكذب، وتبقوا عارفين انها بتكذب وتأذوا الولد بسبب البنت، هيبتدي ان هو يكرهها. ما انا كل شويه مضروب بسبب اختي، ما انا كل شويه مضروبه بسبب اخويا. بنيتوا حاجز بينهم وبين بعض، وتيجوا قدامهم تقول اصل بيكرهها، اصل هي بتكرهه. الكلمه بتفضل موجوده جواهم وخلاص اتبنى الحاجز. بقى الاخ بيكره اخته والاخت بتكره اخوها. انما احنا في البيت المفروض ان احنا بنبني حب بين الاخ وبين اخته. معلش يا حبيبي اختك الصغيره، معلش يا حبيبتي اصل اخوك الكبير، وماله اختك بتحبك، اخوك بيحبك. انتوا اللي بتبنوا الحب بين الاخوات، لان في الاخر خالص هم ملهمش غير بعض. احنا بنأدي رساله، وفي الاخر خالص هم ملهمش غير بعض. احنا اللي بنبني الحب، احنا اللي بنبني الاسره. انما اللي احنا بنعمله اكبر غلط. اوعوا تكرهوا الاخت والاخ في بعض، عرفوهم ان هم ملهمش غير بعض.